طبعا الفل يا شباب. النهارده هقول لكم على طريقه نصب من نوع جديد خالص، ما حصلتش قبل كده، اول مره اخد بالي منها. دي حاجه حصلت معايا وانا الحمد لله عرفتها يعني. عارفين طبعا. حضرتك لما تيجي تطلب اوبر من على الابلكيشن بتاعك، انا كان عندي ديدي، برنامج ديدي بنطلب من عليه زي اندرايف زي اوبر زي كريم الى اخره. فطلبت من ديدي، فالسواق طلع المفروض على اللوكيشن عندي ان هو جنبي هنا قريب جدا، فمستنيه يتحرك ما بيتحركش. بعدين لقيته لما ما بيتحركش، قلت ارن عليه بقى، ما بيتحركش ليه؟ ده المفروض جنبي يعني، ده الجراج اللي جنبي. فرنيت عليه لقيته مغلق، فلقيته بيبعت لي هو اصلا رسايل على من على ديدي. فبيقول لي حضرتك هو انا جاي لك في الطريق اهو. المهم جالك كود دلوقتي حضرتك على رساله خاصه، ممكن تبعتها لي؟ فانا استغربت، رساله ايه اللي هيبعتها وكود ايه ده؟ فلقيته لقيت حاجه كده، كود ايجيبت اير، اوبر سوري، اوبر ايجيبت. كود ده عباره عن 4 ارقام كده، وفيما معناه يعني ان في اشتراك في حاجه، فانت فعل بالكود ده. فانا ما رضيتش اديله الكود، قلت انا هستهبل بقى اشوف ده ايه. فقلت له ده كود ايه اللي حضرتك عايزه؟ بيقول لي ده كود لتحديث النحج، تحديث الامان بتاع البرنامج. فقلت له طب انا مش فارق معايا تحديث امان ولا تحديث، انا عايز اروح بيتي، حضرتك هتتحرك ولا ايه؟ فانا لسه ما كملتش كلام عليه، البرنامج هنج، وقف جدا ومش قادر يتحرك خالص. قفلت البرنامج وفتحت تاني، بعد كده لقيت البرنامج قفل مديني اغلاق التطبيق. قفلت التطبيق ورجعت تاني، ففتحت البرنامج وقلت ارجع نفس الرحله، علشان ممكن يكون صاحبنا ده مش عايز بس يروح الرحله ويلغي، يخليني الغي من عندي ويبقى الغرام عليا انا. فقلت لا، انا خليني فاتح رحله بقى اشوف هو بقى ايه هيلغي ولا لا، عشان الغرامه تكون عليه هو. فشويه ولقيت هو تم الغاء الرحله. المهم كانت في الفتره الصغيره بتاعت التهنيج دي، انا كنت اتمشيت في الجراج، ناحيه الجراج، ادور على رقم العربيه، ما لقيتش العربيه دي موجوده بتاتا اصلا. اللي هي فتره الربع ساعه دي، قعدت ربع ساعه الدنيا مهنجه وانا مش عارف اوصل افتح البرنامج ولا عارف اوصل للرحله ولا حاجه. فقلت اتمشى، انا حافظ رقم العربيه، قلت اتمشى. كان 4 ارقام، فكانوا سهلين، 39 حاجه كده. المهم يعني رحت بصيت ادور، مفيش. كان بيني ما بينه حوالي كام متر يعني، مفيش. كل العربيات اللي راكنه بالليل الساعه 12 كلها راكنه، مفيش حد راكبها ومفيش عربيه بالرقم ده. فخلاص بقى لقيته الغى الرحله من عنده، فطلبت واحد تاني فركبت وبساله بقى، بسال الراجل ده بتاع ديدي. قلت له والله انا حصل معايا واحد اتنين تلاته. قال لي حضرتك ده هاكر. قلت له يعني ايه بقى؟ انا عايز افهم هاكر ازاي. قال لي حصلت معايا، ممكن تحصل مع العميل وممكن تحصل مع الكابتن. فقلت له طب حصلت معاك ازاي؟ قال لي انا جات لي اوردر كان ناحيه قصر القبه كده، فالعميل عمال برضو يرسلني، ولقيت الرقم مغلق، فالعميل عمال يرسلني ويقول لي ده في زبون مهم هو اللي هياخدك تروح اللوكيشن غير اللوكيشن اللي احنا حاطينه على البتاع. فعشان ده عميل مهم تبع تقريبا يعني الدولة يعني، فحضرتك ما حطينا لوكيشن مختلف، وبعدين هنبعت لك كود، بعت لنا الكود ده عشان الامان والرقابة وحاجات كده. فالراجل كان طيب جدا، بعت. فبعد ما بعت الكود، بعدين شويه البرنامج هنج وبتاع، وقعد ربع ساعه بعد ما فتح البرنامج لقى اتخصم منه حوالي 121 جنيه اللي هو كان رصيده في البتاع. فقلت له ايوه طيب انا خصمه منك، طب الهاكر بالنسبه لي انا ازاي؟ قال لي ما حضرتك في زباين بتبقى في ديدي عامله الحساب بتاعها مفتوح على الفيزا ان هو ديدي يخصم اوتوماتيك. لو العميل بيبقى الدنيا مفتوحه، فالعميل بيلعب الهاكر بيلعب على اللقطه دي، ان انت الفيزا بتاعتك مفتوحه، ففي الربع ساعه دي يكون دخل سحب الرصيد والموضوع خلص. فطبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي جديده لانج، وحسيت اني كنت مصدع كده من اللي بيحصل. انتوا وصلتوا للمرحله دي يعني؟ انت طلع ان دي كان طبعا سيرفر، هو اضعف سيرفر موجود في السيرفرات بتاعت اوبر، او شغل اللي هي الكباتن يعني، كان اوبر او كريم او ان درايف الخ منهم يعني. فدي ده اضعف، دي شركه صينيه
وده اضعف سيرفر موجود، وكانت خدمه العملاء بتاعتهم سيئه جدا، لان هم مفيش غير مكتب واحد تقريبا في مصر او اتنين، فدي حاجه كانت فاشله، والراجل معرفش يسترد فلوسه ولا عارف مين الناس دي. فانا حبيت انصحكم ان انتوا تخلي بالكم من الحكايه دي. الموضوع طلع بجد غلس قوي. فانا حمدت ربنا ان انا ما بعتلوش الكود. انا الحمد لله اصلا ما كنتش عامل ربط بالفيزا ولا عامل اي حاجه خالص اصلا. الموضوع بالنسبه لي لا في فيزا ولا اي نيله، انا عايز اروح مشواري وبدفع نقدي عادي خالص. فتخيل انت بقى لو حد رابط فلوسه بالفيزا كان هيحصل له ايه. فربنا يستر علينا ويحمينا. بس انا حبيت اقول لكم النصابيه الجديده دي حبايبي، يا رب اكون افدتكم.